السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله النهاردة هنقص كفر مرتبة كابوتونيه. تمام. أول حاجة الكابوتينيه ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 طبقات. الطبقة الأولى القطيفة، والطبقة التانية القماش، اللي في النص طبعا الفايبر. طبعا اللي انتوا شفتوه دوت الووتر بروف، طبعا انا عملته معاكم قبل كده، هسيبه لكم في اول تعليق للي ما شافوش او ما شافش الفيديو. تمام. اول حاجة طبعا انا عندي المرتبة مقاسها 155 سنتي في مترين. تمام. فانا عندي انا جبت 155 سنتي طبيعي كده. انا مش مقاسها 155، انا مقاسها 160، بس انا طبعا زودت جبت 160، وطبعا قلت اعمل حسابي يبقى بزياده علشان خاطر طبعا اقص لما اجي اقص واما اجي اخيط القماش يجي معايا مظبوط، ما يبقاش اصغر من المرتبه. تمام. احنا طبعا عندنا عرض القماش 240، انا محتاجه بس فيهم مترين، فانا هقيس اللي هو عرض القماش اخد منه المترين، وهطلع ال40 سنتي هقصهم. طبعا بس لازم اقيس مقاسي الاول اللي هو المترين. تمام. ادي كده ال40 سنتي دي الزيادة دي اللي انا هشيلها. تمام. هقصها كده. انا معايا قطعة القماش نفس مقاس قرص السرير، يعني انت لو عندك السرير 160 سنتي في مترين، هتقصي برضو القماش 165 سنتي، هتزودي طبعا حسب الخياطة. في مترين مثلا وخمسة لازم تزودي ال5 سنتي، علشان خاطر طبعا الخياطة بتاخد معاكي في القماش. تمام. مرحلة مهمة جدا في الاربع زوايا، هتعملي دوران كده خفيف. تمام. في الاربع زوايا بنفس الطريقة كده. تمام. طبعا لما اجي هقفل دلوقتي هقول لك ليه. طبعا ان شاء الله النهارده هقص وهنخيط مع بعض. انتظري كده، خليكي معايا واحده واحده عشان ان شاء الله تستفادي من الفيديو. تمام. انا هنا دلوقتي طبعا انت في العادي لو انت هتعملي كفر واحد هتحتاجي للسرير اللي هو 160 سنتي او 150 او 180، هتحتاجي 160 سنتي قماش. هيتقص ازاي؟ هيتقص 40 و40 و40 و40، يعني الجناب 40 سنتي. تمام. كل جنب يعني 40 و40 و40 و40، وطبعا بتظبطي الزوايا على قد اللي هو يعني قرص السرير، اللي هو مثلا قطعتين 160 وقطعتين مترين اللي هو طول السرير. تمام. وطبعا بتعملي وصلات في الزوايا. انا هنا طبعا الامر يختلف معايا تماما. انا هعمل كذا كفر، فانا معايا 4 متر قماش، فانا هقص ال40 سنتي. طبعا انا طبقت، انا معايا عرض القماش 240. تمام. فانا ال240 ده هخليه هقصه، يعني هقسمه على ال40، فجي معايا على 4 قطع. تمام. فانا مطبقاه بطول القماش اللي هي ال4 متر، فعملت 40 سنتي ما شاء الله، يعني عمل معايا في الطول كتير. انا ليه عملت كده؟ انا مش عايزه وصلات في الكفر. طبعا طالما معايا انا قماش بزياده، وطبعا معايا كذا كفر هعمله، يعني لو انت مثلا جايلك كميه شغل هتعمليها مع بعض، قصيها بطول القماش اللي هو مثلا 4 متر، 5 متر، 6 متر، هتقصيها بطولها. بس طبعا الزاوية الواحدة يعني مثلا في كل جنب 40 سنتي. تمام. انا هنا باكد عليكي ان طبعا الزوايا لازم تعمليها دوران. ليه؟ علشان خاطر لما تيجي يعني تلبسيها في المرتبة ما شاء الله هتيجي مظبوطة. هتيجي مظبوطة، الدوران كده هيمشي مع دوران المرتبة. تمام. طبعا انا هنا عملت 4، يعني ال40 سنتي بطول ال4 متر، وطبعا جت معايا في الكفر، يعني عملت فيها في الكفر وصلتين بس، ما عملتش في كل وصل، يعني مثلا في كل جنب وصلة. انا عندي 4 جناب، لا، عملت وصلتين بس، والباقي كان ما شاء الله مش محتاج اصلا وصلات. تمام. فدي كانت حاجة مهمة بالنسبة لي ان انا ما اعملش وصلات كتير، زي ما شفتوا في الصورة المصغرة او الصورة بداية الفيديو. تمام. طبعا انا هنا بدور القماش داير ما يدور، وطبعا اول ما القماش يخلص معايا في الجنب في الزاوية، ما ينفعش مثلا اجي اعمل الوصلات في النص، ما لا، اعملي الوصلة في الزاوية، ما فيش مشكلة.
بصي انا هنا مفيش طبعا معايا وصله لان القماش معايا كبير بزياده. طبعا انت هتجيبي قماش، هتجيبي كفر واحد والقماش على القد، مفيش اي مشكله. اعملي الوصلات، بس الوصلات تبقى في الزوايا مظبوط. طبعا انا هسيب لك الفيديو ده اللي انا كنت عامله فيه الوتر بروف وبوريكي تعملي الزوايا ازاي. بصي هنا الدوران، بصي ما شاء الله شكله حلو ازاي. فاحنا هنمشي الكفر كله داير ما يدور بنفس الطريقه. تمام. بس طبعا انا هيجي معايا برضو وصلتين فيه عشان طبعا القماش ما شاء الله يعني زاويتين جنبين يعني أربعة 2 متر و2 متر ادي 4، وطبعا جنبين 150 و150 ادي كده 3 7 متر. انا معايا هنا طول القطعة 4 متر، فطبعا لا عملت فيها وصلات ادي كده هنا كانت واصلة. تمام. وبرضو هعمل القماش فيها بدوران. تمام. برضو انا بوريكي برضو الزاوية هنا، بصي برضو ما شاء الله. يعني حتى لو انت هتعملي زوايا من 4 زوايا برضو خلي بالك برضو ان انت تطلعيها مظبوطة. ان شاء الله الامر سهل جدا. بالنسبة بقى للقماش انا هسيب لكم في صندوق الوصف في اول تعليق رقم مدام اماني. تمام كده. ان شاء الله هتلاقوا عندها القماش ده، وطبعا بالوانه، وما شاء الله كمان في اشكال تانية مش شرط نفس الرسمة بالظبط اللي هي الوردات، لا في حاجات تانية كتير. ان شاء الله باذن الله يعجبكم الشغل عندها. هسيب لكم الرقم بتاعها في اول تعليق، واللينك برضو ان شاء الله برضو لينك الواتس ولينك التليجرام في اول تعليق وفي صندوق الوصف. تمام. ده اللي عايز يعرف القماش منين. تمام. انا هنا بقى دلوقتي هخيط برضو الزاوية دي، وطبعا انا برضو لازم تبقي يعني ايدك مظبوطة في يعني الزاوية تكون في يعني عند الجناب بالظبط. تمام. طبعا انا هنا يعتبر قفلتها كلها من ال4 جوانب. طبعا هعملها اوفر. تمام بنفس الطريقة دي كده. وطبعا عملت برضو الحرف اوفر. بصوا ما شاء الله الاوفر طبعا عملته من جوه داير ما يدور، اللي انا تكون الخياطه طبعا القماش مع الكابوتونيه. ماشي. بصي برضو ما شاء الله الزاويه برضو مظبوطه ازاي. تمام. نيجي بقى طبعا كده انا عملتها اوفر كمان من الحرف. في بقى بالنسبه للاستيك بقى في بيحب يدككه وفي بيحب يخيطه. انا عن نفسي بحب اخيطه. الاستيك اللي انا بستخدمه ده 2 سنتي او هو اصلا سنتي ونص بس بيقولوا عليه 2 سنتي. الاستيك ده بالكيلو. تمام. والافضل طبعا ان انت تشتريه بالكيلو بلاش بالمتر. وطبعا اللفه بتاعتها بتبقى مدوره، بلاش الاستيك اللي هو تحس ان هو يعني خفيف كده وبيمططه سريعه، فده فعلا بيبقى مش حلو وبيبوظ بسرعه. تمام. بس طبعا الاختيار ليكي ان انت عايزه تعملي تدككي الاستيك براحتك، عايزه تخيطيه زي ما انا بخيطه وتردي الاستيك مفيش اي مشكله. انا بحب ان انا اخيط الاستيك وارده. بحب ان انا اشتغل شغلي زي الجاهز، بس الجاهز النضيف. لان في جاهز يعني ربنا يعافينا يعني مش مظبوط اصلا، يعني الاستيك مش حلو اصلا. وتركيب القماش مشرب، لا انت خلي بالك ان القماش ما يبقاش مشرب بالنسبه يعني لما بتركبي القماش في الوتر بروف او في الكابوتينيه وكده. تمام كده ما شاء الله انا خلصته. اللهم بارك. بصي الاستيك ما شاء الله جميل جدا، يعني انا بحب الاستيك ده جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بالقليل. دمتم طيبين وبخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.